إني يدو دلا صداقته هو باته نمر بالدلاو يقو على صلاة حديث بكن قام مشهور بين العامة دوم متى عما بكما مثاله حديث العجلة من الشيطان جرجر شيطان الرأي أخرجه الترمذي وحسنه حسني وجان حكم المشهور حكم المشهور الاصطلاحي ولي قلته وغير الاصطلاحي الإصلاحي من انت لا يوصف بكونه صحيحا سيتهم أو غير صحيح سيتهم ابتداء لكن بعد البحث يتبين أن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع أيضا موضوع عندك لكن إن صح المشهور الاصطلاحي إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة درجة قبل ترجحه تيتجعل على العزيز والغريب على العزيز الراس غريب الراس أشهر المصنفات فيه ختامني يسدبتها مشهور المراد بالمصنفات في الأحاديث المشهورة هي الأحاديث المشهورة بكمتو على الألسنة وليست المشهورة اصطلاحا لأنه لم يؤلف العلماء كتبا في جميع الأحاديث المشهورة اصطلاحا ومن هذه المصنفات المقاصد الحسنة كتاب جميع فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي كشف الخفاء ومزيل الإلباس والفقاج وقديم فيما اشتهر من الحديث الروان الناس العجلوني كاي تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لأن الديبعي الشيباني المطلب الثاني العزيز الأماس تعريفه لغة هو صفة مشبهة صفة مشبهة يجون صفة مشبهة من عز يعزها جبات بالكسر قدرا كسرا لك يعزها ودابنا اي قال وندر حديث نادر يا حقيقته نادر كنت سنين عزيز جاين أي من عز يعز من عز الراي يعز بالفتح أي قوية واشتد وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته لمجيئه من طريق آخر خنابرات لبغا عزيز جتو ما رواه سنتين ينمر اصطلاحا ألا يقل رواته الله يقل روان صادق توربو عن اثنين الأمر في جميع طبقات السند رواه سنتين ما شرح تعريف أنا وينسو يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين الأمر أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر عندنا بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيه بشرط أن تبقى بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة لمن فيها اثنان لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السنة هذا التعريف هو الراجح
كما حرره الحافظ ابن حجر كل ليس. وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية 2 أو 3 فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. مشهور نجد ما رواه 3 عزيز قال الله مسجد وينانية سنموك عيدا قطعي. مثاله هيا ما رواه الشيخان من حديث أنس وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. ورواه عن انس بن قتادة وعبد العزيز بن سهيل ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة أشر المصنفات فيه لم يصنف العلماء مصنفات خاصة بالحديث العزيز والظاهر أن ذلك لقلته ولعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات. وهذا رسم توضيحي للمثال. مثال عبديس هيا تنزل توضيح المثال بالرسم رواه الحديث الرسم بالروضان. رواة الحديث في كل طبقة من طبقات السند. البخاري ومسلم. البخاري اسم الطبقة عدد رواتها. أنس أبو هريرة الصحابة. لك أكملها لما لما صحابة مكري أبو هريرة لما قتادة عبد العزيز بن سهيل التابعون لما شعبة سعيد إسماعيل بن علية عبد الوارث أتباع التابعين أخوه. فهذا حديث يسمى عزيزا لأنه لم يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند وإن زاد في بعض طبقات السند عن 2. هيدا عملي فعملي المطلب الثالث غريب زي هاني في النخوان النخاية. تعريفه لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. أنا سأراها فقه غريبة. اصطلاحا هو ما ينفرد بروايته راو واحد. ننطق منفرد به راوي واحد كينه. شرح التعريف أنا فر شره هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ولا تضر الزيادة على واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل تسمية ثانية له مقابرات. يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد فردي يعني نجسا فردي على أنهما مترادفان. عزيزي غريبي في فردي وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا. لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لغة واصطلاحا إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة
من غير قدرة الاستعمال يكتلقون الدماغ وقلته أما ذيك تلقون تكاي فالفرد فردين أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق فرد المطلق إلى خوائن قيدا والغريب غريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي حديث سلال أقسام نساء يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين بكلمة هما غريب مطلق غريب مطلق فيه وغريب نسبي غريب العالولات الغريب المطلق غريب المطلق أو الفرد فرد المطلق تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل وأن سنده غريبة كوني أصلي سند غيرته أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده نم دكوكو أمبي مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات تفرد به باعتبار أوله كم دلالة كم بودالة لما مشهور تيما كم دلالة متقوت وديسنا بيرا عمري قربودا تحط تانك ميجا تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا وقد يستمر تفرد إلى آخر السنة أما سنة ندمتم وخمو وقد يرويه عن ذلك المتفرد ومن سنراني ودي عدد من الرواة الغريب النسبي الفرد النسبي فرد النبي تعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده ولكم اتقاء خطاته دفع أن يرويه أكثر من وراوي تقر في أصل سنده أو قدره نمودك ثم ينفرد بروايته راو واحد تقوك بابي عن أولئك الرواة ثم تودو سنرا مثاله حديث مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. الله يطال الله يعني. الله يطال الله متى ركع يتك يابتي مكة. تفرد به مالك عن الزهري. هيه. سبب التسمية. سببان مو إني هو غريب أيام ما مال. وسمي هذا اسمه قيامة بالغريب النسبي. غريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. لو متوقعك هنقم ندرا يهد لما هنقم نبودا لما تقوى ولا كذا تقوتيمي نسبة نبتشسل روتينك. من أنواع الغريب النسبي. أنواع غريب النسبي نودونا. هناك أنواع من الغرابة غريبة أو التفرد يمكن عدها من الغريب النسبي. غريبة لأن الغرابة فيها ليست مطلقة. وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين. وهذه الأنواع هي التفرد. نمني عادلة برواية الحديث. قولهم لم يرويه ثقة إلا فلان أبو من عادل خيسنجيو يعني. تفرد راو معين كبام راي معين قولهم تفرد به فلان عن فلان. أبو ما قبيان. وإن كان مرويا من وجوه آخر عن رابرات لله أضيف منابرات. تفرد أهل بلد أو أهل جهة أو منفرد به أهل المدينة قبام به وأهل الشام فاتنجا. كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام. تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى. كقولهم تفرد به أهل البصرة ورما بصرة قبام به عن أهل المدينة. أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. تقسيم آخر له. قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى جتمي إلى اثنين من يقول لك أب جديمي أب
أبي إلى اثنين يجي أب جيت مدامي إلى اثنين لما جيت غريب متن وإسناد وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه حديثا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه الترمذي كان يجاوب من مظان الغريب محل غريب من التأرقم أي من مكان وجود أمثلة كثيرة له مثال مسند البزار كتاب مسند البزار جانيجر المعجم الأوسط أو معجم الأوسط يجر للطبراني كما أشهر المصنفات فيه إذا غيرت غرائب مالك غريب مالك الدارقطني كتاب